اندلعت حرائق الجزائر مجددًا بعد شهور على مقتل 34 شخص بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد. وتدخلت فرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في الجزائر قبل قليل، مدعومة بفرق المركز المتقدم بالتظهير لإخماد حريق أحراش وقصف بالطريق الوطني 43 واد منشا في ولاية جيجل. وحسب بيان الحماية المدنية، الفرق المتدخلة تمكنت من حصر وإخماد الحريق بدون تسجيل أي خسائر بشرية، كما مكن التدخل من منع انتشاره إلى دواجن ومخزن للأعلاف. وفي تصريحات سابقة، كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر العقيد نور الدين فدا عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز بوليمات. وقال العقيد فدا للتلفزيون الجزائري إن مصالحه سخرت رسلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى إرسال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعر يريد. وأضاف أنه حتى الساعة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية كانت أم مادية، وبخاصة بعد إخلاء المناطق الأهلية بالسكان تفاديًا لأي مخاطر. وتابع: نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق. ويشار إلى أنه في 24 يوليو الماضي أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصًا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.